السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده بقى وجبتنا سريعه. يعني طعمها حلو جدا، شكلها حلو جدا، ريحتها جايبه من اخر الدنيا. وجبه سريع سريع كده، هتدخل المطبخ نص ساعه تكوني مخلصاها ان شاء الله باذن الله، وتديكي شكل حلو وريحه حلوه وطعم حكايه. هنعمل ايه مع بعض؟ انا معايا كده حوالي نص كيلو بصل احمر كده حلو، قطعته كده بالشكل ده جوليان رفيع كده. ومعايا كمان قرنين فلفل، هقطعهم برضو بشكل عشوائي كده. اهم حاجة بس البصل بتاعي يكون رفيع كده مش تخين، عشان يستوي معايا ويبقى حلو معايا. والفلفل برضه هقطعه برضه بشكل عشوائي كده زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا احنا عارفين البصل الاحمر بيبقى مسكر كده في الاكل، فايه بيبقى افضل من الابيض شويه، فعشان كده انا اخترت الاحمر. بس المتاح عندك عادي اعملي بيه، يعني لو عندك بصل ابيض ماشي اعملي بيه، بس انا بفضل الاحمر في الوجبه دي عشان يديني التسكيره بتاعته الحلوه دي، بتاعت البصل الحلوه دي. قطعنا البصل بتاعنا والفلفل، ويلا بينا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبت الصينية على النار كده وسبتها تسخن كويس جدا، وجبت معلقتين سكر ممسوحين كده وحطيتهم في الصينية بتاعتي. يا دوب الحواف بتاعتهم تحمر كده، وابتدي بقى اوطي النار بتاعتي عليها، اخليها نار متوسطه كده، واقلب لغايه ما اخد اللون البني الجميل بتاع السكر ده. اخد بالي عشان ما يتحرقش معايا، عشان ما يمررش الوصفه بتاعتي، وبرده في نفس الوقت ما يبقاش فاتح معايا، عشان يديني لون حلو كده للوصفه بتاعتي النهارده. وصلت لدرجة اللون الجميلة اللي انتوا شايفينها معايا دي، بس ما غمقش بقى اكتر من كده. خدوا بالكم انا مهدية النار شوية. معايا قطعة زبدة بقى كبيرة حطيها، ما عندكيش حط شوية زبدة كده، حط شوية سمنة سايحة كده زي ما انا حطيت كده، حوالي كده ربع كوباية او تلت كوباية. هبتدي اسيبه يغلي بس كده في الزيت شوية، للسكر مع مع الزبدة شوية كده. وهبتدي احط كمية البصل بتاعتي كلها واقلبها زي ما انتوا شايفين معايا كده. يا دوب اخلي البصل بس يدبل معايا بقى ويشرب من التسكيره دي كده. وحطيت عليه الفلفل. حطيت الفلفل بقى، وريحه البصل مع الفلفل بقى طالعه جايبه من اخر الدنيا. والسكر طبعا مدينه لون حلو جدا. حطيت ايه بقى نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسود، وهحط كمان شويه كمون. وهقلب بقى الكلام ده كله في بعضه، وتبقى ايه وجبتنا سريعه سريعه كده. يعني شوفي مش هتاخد بقى، هو الشغل كله في الشويه دول. اللي جاي بقى سهل جدا وبسيط جدا ان شاء الله. هقلبه كله مع بعضه كده برضو يدبل بس يا دوب كده. ما خليش البصل يحمر ولا ياخد لون معايا خالص. هو خد اللون بس من السكر اللي انا حطاه. بس هو كبصل ما احمرش، والفلفل برضو ما خدش لون ولا حاجه خالص، هو يا دوب دبل كده. وشميت ريحته بس كده، ريحته الجميله دي. معايا ايه بقى؟ معايا الفرخه بتاعتي دي، واللي عنده فراخ بقى النهارده يبدع فيها وايه ويتفنن كده وهو بيعمل، يستمتع وهو بيعمل. تمشي معايا جوانح، تمشي معايا وراك، تمشي معايا دبابيس، تمشي معايا فراخ. الوصفة دي جميلة، حطي اي حاجة من انواع الفراخ وتديكي نتيجة تحفة تحفة. انا معايا الفرخة دي كده غسلتها كويس جدا ونقعتها في المحلول الملحي بتاعي. ونقعتها وغسلتها كويس جدا، شطفتها وجبتها زي ما انتم شايفين معايا كده. دي الخلطة بتاعتي البصل المكرمل زي ما انتم شايفين معايا كده. هنعمل الوجبة بتاعتنا النهاردة فراخ بالبصل المكرمل. هبتدي افضيه في الصينيه كده زي ما انتم شايفين معايا، فضيت جزء كده. وابتدي اخد الفراخ بتاعتي. طبعا انا مفتحاها من تحت الجلد كده عشان يبقى شكلها حلو، عشان الجلد بتاعي ما يتقطعش من فوق كده ويبقى شكله مش حلو. وهبتدي احشيها بالبصل المكرمل زي ما انتم شايفين معايا كده. الفتحات بقى اللي انا فتحتها دي بقى هتشرب من اللحمه بتاعتها بقى وتبقى تحفه. انا طبعا نقع الفراخ في ميه بملح بشويه سكر بشويه خل بليمونتين، وغسلتهم كويس جدا وسبتها في المحلول الملحي ده، عشان ما تبقاش اللحمه بتاعتها دلعه من جوه، تبقى لحمتها حلوه كده. وهحشيها بقى بالشكل ده كده، احط واتوصى يعني ما بخلش عليها من قلبها زي ما انتم شايفين معايا كده. احشيها كويس جدا تحت الجلد كده، وانا مفتحه تحت الجلد، واخلص الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين معايا كده. ابتدي بقى اللي باقي بقى، لو فيه حسيت بحاجه ناقصه ولا حاجه اكمل. واحط على الوش بقى كله وادلكها كده بقى، اديها مساج بالخلطه بتاعتي دي اللي انا عاملاها دي. هبتدي احطها كلها كلها زي ما انتم شايفين معايا كده. واللي في الصينيه بقى الصوص اللي منزله كله، وكمان هحط فيها شويه ميه صغيرين كده واحطهم عليه.
شايفين شويه ميه كده صغيرين. الصينيه طبعا خساره تسيبي فيها اي حاجه. هبتدي ارصهم في الصينيه بتاعتي كده. وانا في الوقت ده مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180، وسايباه يسخن. ما ولعتش الشوايه، انا مولعاه من تحت بس. هرص الصينيه بتاعتي كده ومش هغطيها ولا حاجه، وهحطها في ارضيه الفرن من تحت حوالي نص ساعه، وبعد كده احطها في الشبكه من فوق. شايفين؟ بس لقيت البصل كتير شويه تحت، فخد من تحت كده بالمعلقه وحطيت على وش الفراخ بتاعتي كده. تحفه تحفه، حتى وانا بعملها كده ريحتها طالعه معايا. يعني لو حد جايلك ولا ولادك هيفرحوا بيها، وتبقى وصفه حلوه جدا، ما خدتش معايا وقت خالص. شايفين بالشكل ده كده؟ وهبتدي احطها في الفرن بتاعي. هبتدي بقى حطيتها في الفرن بتاعي، ما غطيتهاش ولا حاجه، وهبتدي اعمل جنبها شويه رز بشعريه كده جمال كده. انا بعمل الرز بشعريه ازاي بتاعي؟ بحط كوبايه الرز عليها كوبايه شعريه، يعني بحط الشعريه قد الرز. ما اقولكوش بقى الطعم بتاعه بيبقى عامل ازاي. لا غير بقى ما تحطي نصها، نص الشعريه لا، يعني ما تحطي كميه متساويه من الرز والشعريه، ويا ريت الشعريه اكتر كمان شويه، بيفرق معاكي جدا جدا في الطعم. حطيت 3 كوبايات شعريه، وبعدين حطيت 3 كوبايات رز، وشوحتهم كويس جدا جدا بالماده الدهنيه كده بعد ما الشعريه احمرت. وحطيت حطيت عليها الرز وشوحته كويس جدا. حطيت معلقه ملح ومعلقه شوربه ماجي، وزي ما انتم شايفين معايا كده بقلبه كويس جدا. اهم حاجه يتغلف بالماده الدهنيه بتاعتي. معايا الميه بقى انا جبتها من الفلتر، مش مغليه ولا حاجه. وبتعامل هنا مع الشعريه زي الرز بالظبط، يعني التزويده بتاعتي ما بتختلفش حاجه خالص، لكل كوبايه كوبايه ميه. او تغطي الرز بعقله صباح كده، وتيجي مغطياه بقى، وتيجي سايباه اول ما يغلي بقى، تيجي موطيه عليه. وده كانت الفراخ بتاعتي بقى، هي خدت لون كده، انا ما ولعتش الشوايه ولا حاجه. خدت اللون معايا كده زي ما انتم شايفين معايا كده. وانا شفتها بقى وفيها شويه صوص كده جمال تحفه. وادي الرز بتاعي بسم الله ما شاء الله، شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفه. لما بتكون الشعريه قد الرز بتبقى الشكل تحفه. غرفته كده وقدمته بالشكل ده كده. وهبتدي اقدم الفراخ بتاعتي. وعملت بقى جنبها بقى شوية سلطة، وعملت شوية فاصوليا كده، وكانت وجبة يعني ريحة وطعم. واقولك ما خدتش معايا وقت خالص، هي يا دوب نص ساعة في المطبخ خلصت كل حاجتي وطلعت، وكانت كل حاجتي نظيفة كده وخفيفة وسريعة. شوية الصوص اللي بقولك عليهم دول بقى حطيتهم على الرز من فوق كده. يا سلام، وبألف هنا وشفا يا رب للي أكل، وبألف هنا وشفا يا رب للي هيجربها إن شاء الله. زي انتهى بقى بعود شبت حلو كده. ودي كانت الوجبة بتاعتي النهاردة تحفة. حطيت بقى جنبها شوية سلطة، وحبة فاصوليا بيضة كده، ومخلل زيتون وليمون اللي احنا عاملينه مع بعض. ويا ريت لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.